ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. انت خلاص عملت اصدقاء وبقيت تخرج معاهم وبقوا قريبين منك، جميل جدا. في حاجة مهمة جدا لازم تبقى عارفها، بس قبل ما اقول عليها انا كنت عملت فيديو اسمه ازاي تعمل اصدقاء بابسط الطرق. تقدر تروح تشوفه بعد كده ترجع تشوف الحلقة دي. لازم تبقى عارف، زي ما قلت قبل كده، الاصدقاء مش بالعدد، الاصدقاء بجودتهم، بقد ايه هم مخلصين ليك، بقد ايه هما بيتعاملوا معاك بحب وخير واحترام وكل حاجة جميلة. لما تيجي تخرج مع أصحابك ما تخرجش مثلا مع 5 6 7، لأن انت هتفضل تتكلم مع ده شوية وتتكلم مع ده شوية وتتكلم مع ده شوية وتشتت نفسك. لا، ممكن تخرج مع صديق واحد أو اتنين بالكتير قوي. لو انت خارج مع صديق واحد مثلا هتقدر تديله كل اهتمامك وتتكلموا مع بعض والدنيا تبقى هادية ومش هتشتت نفسك وهتكون مركز معاه، وتقدروا تتكلموا في مواضيع مفيدة تستفيدوا منها. ناس كتير بتبقى تايهة وبتقعد تقول ازاي افتح مواضيع، مشكلتها حرفيا انها ما بتعرفش تفتح مواضيع مع الناس اللي قدامها. انا هقولك بقى ازاي تفتح موضوع. لو انت ليك صديق من بلد مثلا معينة، تقدر تتكلم معاه في البلد دي، تقوله جودة الحياة فيها عاملة ازاي، ايه مميزات وعيوب ان الواحد يعيش فيها، الحاجات اللي بتميزها، الاكل فيها عامل ازاي كده. لو انت مثلا ليك صديق في الشغل، تقدروا تتكلموا عن حاجات في الشغل، إيه اللي حصل مؤخرا، ايه المشاكل اللي موجودة في الشغل، ايه مميزات وعيوب الشغل ده، الشغل بعد كده هيبدأ الساعة كام. لو انت مثلا مشترك في هواية معينة، رايح تتدرب مثلا على لعب الشطرنج، تقدروا تتكلموا عن الشطرنج، ايه مثلا احسن الخطط، ايه مثلا احسن لاعب شطرنج في العالم. لو انت رايح تلعب رياضة، رايح تلعب كورة مثلا، تتكلموا بقى عن الرياضة ومين أقوى منتخب دلوقتي ومين أحسن لاعب في الكورة وإيه أحسن الخطط والكلام ده كله. في بقى حاجة مهمة جدا جدا جدا، لازم تقرأ وتثقف نفسك، وتثقف نفسك طبعا في حاجات هتفيدك في الحياة، مش معلومات عامة وخلاص، لا، تثقف نفسك في حاجات هتفيدك في الحياة. ساعتها هتلاقي مواضيع كتيرة تقدر تتكلم فيها مع أصحابك. أنا عارف إن الموضوع متعب، بس واحدة واحدة وبالتدريب هتلاقي الموضوع بقى سهل عليك وبقت تحب تقرأ وتثقف نفسك. الموضوع ده مش هيخليك بس تلاقي مواضيع تقدر تتكلم فيها مع أصحابك، لأ، ده كمان هيطور منك كشخص وهيخليك تتطور أكتر وأكتر. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.